السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو غادي نخدم معكم الطرز ديال المبرة. كنت درت عليه فيديو ولكن باقي بزاف البنات ما فهموش. دونك غادي نشارك معكم هاد الطريقة باش كنخدم الطرز ديال المبرة. للاسف هاد الموديل ما صورتوش فاش كنت كنطرزو، وما صورتوش فاش كمل، ولكن صورت الطريقة اللي مهمة، هي كيفاش تلصق المبرة. هاد الموديل هذا جاتني المبرة مخيطة في ال في ال في ال في الجناب. كما كتشوفوا جاتني المبرة ديجا خيطها الخياط، ولكن في الكمام ما مخيطاش. انا ما كنبغيش نخيطها ونخدمها هكا، حيت فاش كتطرز راه كتبقى مبوقه في الوسط، ما كتجيش زوينه. داكشي علاش كنلصقها بطريقتي اللي كندير فيها داك الفيزلين اللي داير بحال السكوتش. المهم هنا انا غادي نحطها، وغادي ندير بحال غادي نفصل الورق على نفصل الورق على القياس ديال هاد البياسه اللي عندي، باش نطراسي فيه داك الطرف ديال المبرة، حيت الطرز غادي يجي فوق الخط، فوق الخياطه اللي ملصقه المبرة مع الكريب. نتمنى الشرح يكون واضح. المهم انا غادي نطراسيها، وغادي نرشم فوق داك الخط في الورقه. هنا كما كتشوفوا حطيت هذاك الثوب فوق الورق، وبديت كنطراسي، ودرت الانسوخ تحت الثوب، وطراسيت فوق داك الخياط اللي خيط الخياط ديال المبرة. طراسيت باش يبان لي الخط اللي غادي ندير فوق الرشمه. هنا كما كتشوفوا ملي طراسيت داك الخط وقطعت الورقه كلها، جات بحال الباترون ديال هذيك الجنب ديال البياسه. دابا غادي نرسم الرشمه فوق داك الخط. اول حاجه درتها، ما صورتش فاش رشمت الرشمه. المهم كان الرشمه كانت عباره غير على واحد الطرف ديال الزواقه وكيتعاود. وانا هنا رسمت داك الطرف ديال ديك الرشيمه الصغيره، رسمتها في واحد الورقه، وبقيت كنعاودها كنطبعها ونعاودها على داك الخط كامل وانا دايره، ودرت واحد الرشمه في الجناب. المهم بقيت كنعاودها على داك الخط كامل حتى ساليته. انا كما كتشوفوا انا ساليت داك الطراساج ديال المبرة. فين رشمت تما غادي يجي الطرز، وغادي يجي شاد المبرة. الرشمه كتجي خاصها تكون شاده المبرة مع الثوب، يعني نصها على المبرة نصها على الثوب. وكما كنقول لكم ديما الطرف ديال المبرة، يعني ديك التقطيعه ديال المبرة ما خاصهاش تبان نهائيا، خاص كلها تكون مغطيه بالثوب. اول حاجه باش ما تحلش، وثاني حاجه باش تجي الخدمه مفينه. دابا غادي نخدم اليد. درت لها الكم ديال اليد. جاني اصلا المبرة مقطعه، يعني قطعتها على حسب الفورمه اللي بغيت ديرها في اليد، ولكن ما جاتش ملصقه. خدمت واحد الرشيمه في الراس ديال الكم، ومن بعد هذيك الرشمه اللي كنت كنعاودها في السطر هي اللي عاودتها في داك الخط كامل على المبرة، باش تجي حتى هي مطراسيه على الخط. هنا وصلت للمرحله المهمه. دابا غادي نوريكم كيفاش كنلصق المبرة. هاد الطريقه قلتها شحال مره ومازال البنات كيسولوني، قلت غادي نشارك معكم هاد الفيديو، ما فيه لا طرز لا والو، فيها الطريقه كيفاش كنخدم المبرة. اول حاجه درتها هذيك المبرة اللي جبتها لي مقطعه على داك الشكل جايه بحال المثلث، طراسيتها فوق الثوب. راه ما كيبانش الطراساج، درت جوج خطوط فوق الثوب، فوق الثوب الكم ديال الثوب. ودابا راني قلبه الثوب على وجهه، يعني الوجه راه الفوق. طراسيت المبرة فين غادي تجي، ولصقت عليها هاد الفيزلين اللي داير بحال السكوش. هاد الفيزلين كتقدري تلصقي به الثوب على الثوب، يعني عنده جوج د الوجوه. الرولو فيه كبير وكيدير ما بين 20 حتى 30 درهم، ما عقلتش مزيان. المهم هاد الفيزلين خاص بالخياطه العصريه، كيديروا به لي بلي ولا كيديروا به العطفات. المهم انا كنلصق على البلاصه اللي غادي تجي فوقها المبرة، كندير فيها هاد الفيزلين هذا، وكنلصقو كله بالسخون. هو راه كيدوب بالسخون، فيه هذاك الورق، داك البيض غادي يتحيد، وغادي يخلي تحته الكولا. كاين اللي ما فيهش داك الورق صراحه كيعذب في الخدمه، خاصك ديري فوقو ورق الزبده باش ما يلصقش. هذا انا كنفضل هذا اللي فوق الورق.
وكان فاش كنلصقو كنحيدو بهاد الطريقه كما كتشوفوا. كنحيدو وما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، راه خلا من موراه الكولا، خلا من موراه الكولا. وغادي نلصق فوقها انا هنا درت جوج طرق، هذه هي الطريقه الاولى والطريقه الثانيه غادي نوريها لكم من بعد. هنا فاش لصقت داك الفيزلين وخلى لي ديك الكولا، غادي نلصق فوقها المبره كنحطها على داك الفيزلين. كما قلت لكم راني طراسيت فوق الثوب غير ما كيبانش الطراساج، طراسيت داك الخط ديال المثلث قبل ما ندير الفيزلين. المهم دابا غادي نحط فوق المبره وغادي ندوز فوق الحديد. فاش غندوز فوق الحديد غادي يلصق، الا دوزتو الحديد مزيان راه كيلصق مزيان ما كيتحيدش نهائيا. حتى الا بغيتي تحيدوه راه مستحيل تحيدوه، يا يضيع الكريب يا يضيع المبره. داكشي علاش طراسيو الاول قبل ما ديروه وقبل ما تلصقوا، حيت راه فاش كيلصق ما كيتحيدش. دابا غادي نلصق داك المثلث ديال المبره، ندوز عليه الحديد وغادي نقلبها وندير داك الفيزلين غادي نديرو لتحت في الكم. داك الدوره كامله داك المربع غادي ندير فيه حتى هو الفيزلين باش يكون لاصق مزيان. وهنا كما كتشوفوا نزلت الفيزلين لتحت. لصقته في الطرف ديال المبره. من احسن تلصقوه في الطرف ديال الكم. انا ما بغيتش نديرو في الطرف لتحت حيتاش هو بحال كيغلظ شويه الثوب، فهمتوني؟ بحال درتو الكولا، هو ماشي غليظ بزاف ولكن كيغلظ. وفي الخياطه غادي تعذب الخياطه فاش غادي تخيطها، حيت كاين الكريب ومعاه المبره ونزيد انا هذيك الكولا غادي تجيها غليظه في الخياطه، وغادي تزيد السفيفه غادي تجي السفيفه تما واقفه. دونك انا طلعته شويه وخليت لها هي فين تخيط. لصقته وغادي نحيد داك الورقه ديالو كيما الغشه ولا ما عرف شنو هذاك، وغادي تبقى الكولا ونكمل التلصيق ديال المبرة. فاش تساليو كتحطوا ديك المبرة وكدوزي عليها المصلوح مزيان، خاصو يكون سخون وديري شي توب حيت المبرة ما خاصش يقيسها المصلوح نهائيا. دوزو المصلوح مزيان وكتقلبوا الثوب وكتدوزو المصلوح مزيان، خاصو يكون سخون. انا كندير داك البوبلين باش ما يضيعليش الثوب. ملي كتقلبوا الثوب تما فين خاصك دوزو المصلوح مزيان، حيت تما اللي كتوصل السخونيه كتوصل لديك الكولا. صافي هنا كما كتشوفوا راه كيلصق مزيان. كما قلت لكم الا دوزتوا الحديد مزيان راه كيلصق مزيان وكيبقى لاصق. وحتى فاش كتركبوه في المرمى ما كيعوج، ما كيتحرك من بلاصتو، ما حتى شي حاجه، كيبقى لاصق. يعني بحال كتخدموه على توب واحد ماشي على جوج. الا خيطوه راه غيدير لكم مشكل، الا خيطوه بلا هاد الكولا راه غادي يدير لكم مشكل، الا درتو غير الكولا بحدها راه غادي يدير لكم مشكل. يعني ما كيبقاش شاد بلاصتو. الا ما درتو والو راه غادي يبقى مبوق من الوسط، ما كيجيش زوين. انا بعدا ما كيعجبنيش فاش كيجي مبوق من الوسط. دابا مشيت للكم الثاني اللي قلت لكم درت طريقه اخرى، جمعت كل شيء، تراسيت في الكم داك المثلث ودرت الفيزلين، لصقت كل شيء في خطره وحيدت داك الورق ولصقت عليه المبره كما قلت لكم. حتى هاد الطريقه زوينه. وكاين طريقه اخرى هي تشدوا هذاك الطرف ديال المبره وديروه هو عليه الفيزلين في الاول وتلصقوه كامل عليه. راني كنت درتها في فيديو اخر اللي قبل تقدروا تشوفوه ديال طرز المبره. لصقت على المبره وهي شديتها وحطيتها في الثوب، كتحطوها في البلاصه اللي بغيتو. حتى هذيك الطريقه زوينه. المهم هذا الفيزلين راه كيلصق بجوج جوايه، يعني سوا بديتو بالمبره ولا بالثوب ديال الجلابه ولا القفطان راه كيف. فاش كتساليو التلصيق ديال المبره كترشموه بحال هاد الطريقه، كتحطوا رشمه هادي. بما انني من الاول انا تراصيت الخياطه ديال المبره على الرشمه، دابا فاش رشمت راه جات الرشمه كلها على الخياطه ديال المبره مقاده. هنا جاب لي الخياط الثوب مخيط، ما قدرتش نحلو نولي ندير داك الفيزلين. كيبقى واخا كتكون فيه ديك الخياطه كيبقى ما لاصقش مزيان في الطرف. يعني ضروري خصني نعاود ندوز عليه الطراساج قبل ما نطرز. صافي هنا غادي نسالي معكم هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم ويكون الشرح واضح. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم وصيفطوا لي حتى التطبيقات ديالكم في التيك توك. بسلام عليكم.